يا صباح القمر وصباح كل حاجة حلوة على قلبكم. النهاردة يوم جديد وروتين بسيط جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، وتعالوا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه النهاردة. اول حاجة عملت كوباية شاي كده تروق المزاج، وفطرت مع الشاي كحكايتين وبسكوتين كده، يعني عشان اروق الدماغ قبل ما نبدأ المعركة. النهارده بقى هنعمل اكله بسيطه جدا جدا جدا، عشان ورايا النهارده حاجات كتير عايزه اعملها. فزي ما انتوا شايفين كده هفطر، وبعد كده هحضر الغدا، وبعدين هنخش على المعركه دي. انا بقالي كتير قوي قوي عايزه اعملها، فجي الوقت اللي انا اعملها بقى. هي حاجه بسيطه جدا، بس انا قلت اشارككم وانت هتشوفوا قبل وبعد. انا والله انا سايباها بقالي فتره، لان كنت عايزه اعملها بضمير قوي قوي قوي، فجي اليوم اللي انا اعملها بضمير بقى. فهنا حطيت الكحك والبسكوت والغريبة. الغريبة ديت عشقي، انا بعشقها جدا 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 جدا. فيلا بينا بقى نفطر، وبعد كده نشوف ورانا ايه. خلاص شربنا الشاي وكلنا شوية كحك وروقنا على نفسنا وفطرنا وعدلنا مزاجنا كده. فهنعمل النهارده الغدا عبارة عن هعمل شوية كشري. تمام، اغسلهم كويس جدا. هفضل اغسل فيهم لحد ما الاقي الميه لونها ابيض. تمام، خلاص غسلتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. خلاص الميه بقت بيضه، هرفعهم بقى على النار مع شويه ملح، بس اظبط ميتهم الاول. خلاص زي ما انتم شايفين كده ظبطت ميتهم والميه بقت بيضه، هرفعهم بقى على النار، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. النهارده اليوم طويل وورايا حاجات كتير جدا جدا، وفي كده حاجه عايزه اعملها معاكم، فانا هوريكم كل حاجه. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا اللايك. قبل اي حاجه حطوا لايك. اتفرج على الفيديوهات ومش مشترك في القناه اشتركوا في القناه. بص، علقت على الكشري وحطيت الملح. بصوا بقى، خلاص علقت على الكشري وخلاص خلصت الغدا. يعتبر خلصت نص الغدا، لسه بقى هسلق البطاطس والبيض. خلاص، شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه ده الفريزر. فطبعا الفريزر مضايقني بقاله فتره، وكل ما اقول انا عايزه اعمله ابني يلبخني اعمل حاجه تانية، او لا اما اشوف يوم هعمل فيه غدا بسيط وبعد كده اعمله. فبجد بجد متضايقه جدا وعامل لي اعصابي قوي. فجه اليوم بقى اللي انا هعمله، هفضي كل ده وكياس عيش. ده اكياس عيش طبعا هفصل التلاجة لانها بدأت تتدمر، وهشيل كل دوت واشوف ايه اللي محتاجاه وايه اللي مش محتاجاه، وهروق دول. بصوا بصراحة هو انا اصلا شلت نص الحاجات كانت بايظة جدا رميتها، ونص الحاجات التانية ما كنتش محتاجاها فاديتها اللي محتاجها، وروقت على الفريزر شوية. وهشيل برضو كل ده مش محتاجاه، يعني مثلا الكيس السبانخ دي. بصراحة انا اصلا مش باكل السبانخ، ماما اللي كانت مديهاني فانا مش باكلها فهديها لها تاني. وزي ما انتوا شايفين الفريزر عايز يدعك، وده عايز عيش سوري وطعمية ولوبيا وفشة وطحال، فشوية حاجات كده طبعا عايزة اتخلص منهم، ودي كمية عيش. فهبدأ دلوقتي افصل. اول حاجة اعملها هفصل التلاجة، وبعد ما افصل التلاجة هوريكم اعمل ايه.
بصوا كنت اللي انتوا شايفينها دي طبقة سمنة، بس طبعا دي مش سمنة، يعني مش سمنة بلدي ولا سمنة عادية، لا كنت سلقة بطاية، لا اللهم صل على النبي، كنت سلقة فرخة، بس الفرخة بسم الله ما شاء الله يعني كانت دسمة قوي قوي قوي، ما كنتش اصلا حاطلها وانا بشوحها سمنة ولا اي مادة دهنية ولا اي حاجة والله. بصوا طلعت ايه من الشوربة كل دي، بصوا الطبق قد ايه، فانا سايباها عشان ابقى اسيحها واعمل بها رقاق. كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي اتشجعوا كده وهقوم اعملوا الفريزر بتاعكم او بتاع مامتكم او اي حاجه، يعني لو انت متجوزه قومي اعملي اداري الفريزر بتاعك او الفريزر بتاعك، لو انت لسه عند مامتك قومي اعملي الفريزر بتاع مامتك وفرحيها، هتفرح. انا ذات نفسي انا فرحانه جدا ان انا بعمله. انا بشتغل الجزء اللي فوق من جوه، فانا هروح اجيب كرسي واجي عشان ايه اعرف ايه انضف كويس جدا بضمير قوي قوي قوي، لان عايزاه اخليه بيبرق. فطبعا هوريكم قبل وبعد، انتوا اكيد شايفين قبل، بصوا لازم اوريكم بعد. بصوا من فوق، فطبعا هروح دلوقتي اجيب كرسي زي ما قلت لكم وارجع لكم، خليكم معايا. خلاص انا هنا جبت كرسي، عايزه اعرف دي بتتشال؟ بتتشال. انا عايزه اقول لكم انا هشوف لو دي بتتشال هشيلها وهنضف كويس جدا. ثواني خليكم معايا. بتتشال الحمد لله. فهشيلها ايه بالراحه، حاسه اصلا لو شلتها اكتر من كده ممكن بعد الشر تتكسر، فانا ايه هروح اشيلها الاول ايه بالراحه. يس شلتها، هدعكها بقى فين؟ في الحمام. بيني وبينكم انا ايه
قلت الحمد لله مصطفى منام. لسه بقول مصطفى منام لقيته بيقول ماما، هروح اشوفه وارجع لكم. سوري يا جماعه، جات لي مكالمه. فهي اللي كانت بتعمل لي كل حاجه، ربنا يا رب يساعدها زي ما بتساعدني، وربنا يخليها ليا وما يحرمنيش منها ابدا. وعايزاكم كلكم تدعوا لها ان ربنا يرزقها يا رب. ثواني يا صاصه، ثواني. خدوا هناك اهو، خد اهو، روح هناك بقى، اوعى. فربنا يسعدها يا رب زي ما بتسعدني، ربنا يخليها ليا يا رب. والله العظيم بصوا انا مفتقداها جدا جدا جدا، سافرت وسابتنا، بس ربنا يا رب يرزقها ويخليها لجوزها يا رب، ويبعد عنهم العين، ده اهم حاجه. فكنت كل شويه اخش اقول لها هاجر انا عايزه اقوم ادعكوا، تقول لي طب ما تقومي تدعكي، اقول لها مصطفى لما بستنى لما ينام، وكل لما ينام اعمل حاجه تانية، يعني كل لما ينام اعمل حاجه تانية. بصوا ما انا ايه، خلصت نصه، هروح بقى ايه اخلص بقيته وارجع لكم تاني، خليكم معايا. خلاص جبت الحته، وبعد كده همسح واشوف ايه اللي محتاج يتدعك تاني وهدعكه. ماما. نعم. بصوا خلات ده كمان فله، وده كمان برضو فله. ايه رايكم؟ خلاص غرفت الكشري، اكله بسيطه وسريعه بس حرفيا بعشقها. البرنجان ده كنت عاملاه من امبارح وعملته في التلاجة، وعملت طبق سلطه. ايه رايكم؟ بصوا مزوقه الطبق ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك. البطاطس بتتحمر، استنى اوريها لكم. البطاطس بتتحمر، وبعد كده بعد ما تتحمر هنقعد بقى ناكل. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. اكله سهله وسريعه وبسيطه جدا، عشان خاطر الفريز اللي انا عملته النهارده بصراحه كان محتاج مجهود كبير، فكان لازم اعمل الاكله ديت جنبها.